السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. لو انت لسه جديد معانا على القناة انزل دلوقتي حالا اشترك في القناة وفعل زر الجرس. طيب عندنا خبر النهارده هو صادم لكل جماهير النادي الاهلي والمفروض لكل جماهير الكرة المصرية. إصابة إمام عاشور بفيروس ايه؟ هذا الفيروس يا جماعة عبارة عن التهاب شديد في الكبد. تمام؟ هو مرض معدي. طيب النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي اول ما تم الاعلان عن اصابه امام عاشور بهذا المرض تم اجراء كل التحاليل اللازمه لباقي اللعيبه، والحمد لله تم التاكد من صحه وسلامه كل لعيبه النادي الاهلي. نتمنى طبعا الشفاء العاجل لكابتن مصر كابتن امام عاشور. وعندي تعليق بسيط جدا يا ريت تستحملوني فيه، هو لاخواتنا الزملكاويه، سواء انت اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او حتى برمنزاوي، يا صديقي العزيز مفيش شماتة في المرض. يا صديقي العزيز يا صديقي الصدوق افهم، أيها المؤمن افهم، مفيش شماتة في المرض. المرض ده كاس وداير. جدي زمان كان بيقول لي كده، المرض والموت كاس وداير. النهارده عندي بكره عندك، النهارده عندي بكره عندك. مفيش يا صاحبي شماتة في المرض. مفيش شماتة في المرض، ما ينفعش تشمت في المرض. حتى لو انت كاره الشخص ده ما ينفعش، حتى لو انت كاره الشخص ده ما ينفعش. امام عاشور نجم كبير، امام عاشور عنده اسره، عنده بنوته زي العسل، عنده زوجة، عنده أم، عنده أب. راعوا مشاعر الناس دي كلها. بس دي رسالتي لكل الناس الشنتانة، إن شاء الله يا نجم مصر ترجع